الكبدة من الوصفات الأساسية اللي لازم تتعمل كل نهار عيد. لازم نعملها وبطريقة سهلة جدا وما فيهاش أي افتكاسات. وأنا شخصيا بالنسبة لي الكبدة لو ما اتعملتش بالطريقة دي ما تبقاش كبدة، اللي هي الطريقة السهلة جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. العادية قوي ولكن طعمها حلو وتحسي كده بحلاوتها وانت بتاكليها. الساندوتش ده بيتكلم عن نفسه وطعمه في حتة تانية. شوية من الكبدة مع شوية من الصوص، يا جماعة خطير. يلا بينا، لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واشترك في القناة. بصوا خطير مع شوية من الجرجير كده، ويا سلام بقى. وجربيه وبالهنا، حلو جدا. والكبدة ملهاش حل. يلا بينا. انا جبت الوok وحطيت فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي وخليتها تعمل تش بالشكل ده. الكبده يا جماعه ما بتتغسلش، بس انا بحب انقعها او احط عليها شويه من عصير الليمون. كل مكوناتي هي عبارة عن ملح وفلفل اسود وبس. انا معروف في البهارات، ولكن الكبدة عندي سمنة بلدي وملح وفلفل اسود. سبتها على النار تستوي، ما بتاخدش معاكي وقت خالص، وقدمتها مع الجرجير وبالهنا.